بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بكم حبايبي في انا ومطبخي. لو اول مره تشوفيني انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعميني باللايك والشير. النهارده هنعمله الليمون المعصفر بطريقه سهله خالص زي امهاتنا. انا جبت الليمون الكيلو لقيته ب10 جنيه. الايام دي الليمون رخيص خالص يا جماعه. تقدري تخليلي يعني برطمان 2 واقتصادي، يعني هتقدري تعملي كميه. يعني لما يبقى الكيلو ب10 مثلا هتخليلي 2 كيلو تركنيهم، ما مش هيكلفوكي حاجه. بتمسكي الليمون بتغسليه، وبعدين بتيجي بصي قسمه الليمونه 2 او على بصي شقه من هنا ومن هنا لحد ما تعملي فتحه كده تبقى زي الورده. ليه؟ عشان احنا هنحشوه اللي هو العصفر والحبه البركه ده. في اللي عايزه تعمليه ساده اعمليه. بصي اهي بتشقيها 2 كده تبقى معاكي زي الورده، شايفه؟ ما تجيبيش القطع للاخر، يعني تسيبي الحته ماسكه في نفسها من تحت. مش هنعمله الكميه كلها اهي زي ما انت شايفه كده، خليناها كلها وردات. بصي الليمونه زي الورده. عايزه تحطيها كده من غير ما تحشيها، عايزه تحشيها زي ما انت عايزه، ساده ومحشي زي ما انت عايزاه. بتغلي ميه بقى على النار وبتحطي فيها معلقه ملح عشان تسقطي فيها الليمون زي ما انت شايفه كده. حطينا حله على النار، استنى لما الميه تغلي، بتنزلي بالليمون واحده واحده كده. طريقه السوا بقى لو انت مثلا عايزه الليمون يستنى معاكي فتره طويله، بتديله غلوه واحده عشان تبقى الليمونيه ماسكه نفسها كده، وايه ما تتهريش في المخلل. زي حالاتي كده بتاكلي الليمون على طول، يعني ما بتستنيش لحد ما يطول معاكي. بيبقى بتسويه السوا. انا بسويه حلو، بديله 3 4 غلوات كده عشان يبقى طري، وبنحبه احنا على طول يعني. فلو انت عايزه تسيبيه مثلا لرمضان هتديله غلوه واحده بس عشان الليمونيه تطلع ماسكه نفسها وما تتهريش وتبقى ليها عمر وروح يعني في البرطمان. تمام. هنا بصي سلقنا الليمون كله. بصي انا سلقاه حلو يعني مخليه طري، او بصي طري. لو انت عايزاه ماسك نفسه يبقى غلوه واحده بس وتنزليه من على النار. تمام. رحت عند العطار جبت ب10 جنيه اللي هو العصفر ده وحبه البركه. قولوا له حشو الليمون، حشو الليمون المعصفر. هاتي الكميه اللي انت عايزاها. انا جبت ب10 جنيه كفتني وزياده يعني. بفضيه في طبق. بص حبه البركه لها فوائد كتيره، لا فوائد كتيرة، وأوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله صلوا عليه يا جماعة. بصي بقلبهم كده أو بصوا مع بعض حبة البركة. بس بقى بدمجها مع العصفر اللي أنا هحطه في الليمون أو وببدأ أحشيه. أنا فاتحاه وردات. بتبدأي تاخدي حبة صغنطتين كده أهو. بصي حبة بين صوابعك كده، وبتحطي الليمون على جنب أهي. بصي تاخدي حبة صغيرين وتحشي بالليمون، هيدي طعم ونكهه حلوه ولون للميه بتاعته. طبعا انا هخلي الميه بتاعته حمرا شويه، هقولك على تريكات تعمليها برضو ممكن تستبعدها لو ما انتش عايزه تطلع جميله. هحشي الليمون كله زي ما انت شايفه اهو. حشيت الليمون كله. بص شكله جميل ازاي، شكله روعه. حشيت الليمون كله ماشي. دلوقتي هعمل الميه بتاعه الليمون. طبعا في ناس بتعمل بتاخد من ميه السلق وبتخلي الليمون. ليه؟ انا بقى دقت ميه السلق لقيتها مره. طب انا اصلا عايزه الليمون يسعف وعايزه الليمون يحلو على طول، فانا مش هحط مراره على مراره. جبت ميه عاديه خالص يعني عشان ميه السلق بتبقى مره. جبت ميه عاديه خالص وحطيت فيها ملح، حطيت فيها معلقه شطه زي ما انت شايفه كده. الشطه ممكن تستبعديها. وحطيت الخل ربع معلقه خل. الخل ده هيبقى جميل جميل يا جماعه. جربوا بس ورايا وقولوا له ايه رايكم في التعليقات. وكل واحد ليه طريقه وربنا يحل زاد اي حد فينا. بقلب بقى الميه وحطيت عليها معلقه الشطه. بص محمره وجميله ازاي، وشويه الخل بس، ما بحطش حاجه تاني غير كده. وبقلبها عشان الملح يدوب يعني. واحطها فين؟ على الليمون. واسيبه بقى. تبقى تسيبه قد ايه؟ ممكن تسيبيه اسبوع 10 ايام زي ما انت عايزه. كل ما تسيبيه كل ما يحلو كده والمراره تروح منه. بنزل بالميه بتاعته. طبعا الميه هنا شويه فانا هكملها واحطه ايه، اغطي الليمون بيها يعني. واسيبه بقى اسبوع. اسبوع حلو 10 ايام وتطلعي منه ايه وتاكليه. هتاكلي احلى ليمون ان شاء الله. اعملي بس بطريقتي. بصي هنا انا خلصت الليمون. بصي شكله جميل ازاي، طالع خرافه شكل وريحة وطعم. لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشجعوني. واحلى ليمون هتعملوه. سلام عليكم.